ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا بما اننا في موسم البلح والبلح كتير، فحبيت ان انا اعمل كذا نوع من المربى، وده نوع حلو قوي من مربى البلح السماني. بس قبل ما ندخل الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. دي كمية البلح اللي انا هعملها، انا غسلاه ومنشفاه كويس قوي. ده بلح سماني طبعا كلنا عارفينه. هبدأ ان انا اقشر البلحة بالشكل دوت كده، بمقشرة او بسكينة طبعا اللي يريحك. انا لو عايزة تشيلي القشرة كلها طبعا هتشيليها، بس طبعا مش هنقطع البلحة، احنا هنسيبها سليمة بالشكل ده كده. كده بعد ما خلصت كمية البلح اللي معايا، الكمية دي بالظبط كانت 50 بلحة، نزلت بيها في حلة، والحلة دي هنزل عليها بلتر من المية، او ان المية تغطي البلح بالشكل ده كده. بعد كده بعد ما حطيت المية هرفع الحلة على نار عالية على طول عشان تغلي معايا. واول ما تطلع معايا رغاوي او ريم بالشكل ده كده، هبدأ ان انا اشيلها. تمام كده. وبعد ما يعدي 10 دقايق او ربع ساعة، هبدأ ان انا هدي النار، وهصفي البلح من المية بالشكل دوت كده، وهبدأ ان انا احطه في بولة. وطبعا المية دي انا مش هرميها، انا هستعملها في سلق البلح في المربى. بعد كده نزلت على المية دي بست عيدان من القرنفل وليمونية كبيرة، ونزلت كمان بنص كيلو من السكر. يعني كده 50 بلحة بحط عليهم نص كيلو من السكر. بعد كده بعد ما سبت البلح يهدى شوية، هبدأ اجيب عود خشبي او اي حاجة رفيعة عندك في المطبخ، وهضغط بيها كده من عند البلحة من فوق عشان نخرج النوى منها. هبدأ ان انا اعمل كله كده بالشكل دوت. هنا كنت خرجت النوى من البلح كله، معايا طبق فيه مكسرات وده اختياري. بعد كده هنزل بالبلح في المية، وهنزل عليه بالمكسرات، وممكن نستبدل المكسرات دي بالسوداني او جوز الهند. بعد كده هغطي عليه وهسيبه ساعتين. هنا بعد ما يغلي هسيبه على النار واغطيه هنا بعد ساعتين بالظبط. ما شاء الله شايفين لونه بقى وردي ازاي. هغطيه وهسيبه شوية كمان، حسيت ان العسل بتاعه خفيف. شايفين برضو يعني كل فترة كده ببص عليه، وزودته برضو شوية من المية. لو عايز مية هنزوده مية. هنا كان العسل لسه خفيف. هنا دي اخر مرحلة خالص، كنت بختبر العسل. حطيته في طبق بالشكل دوت كده، وهسيبه شوية صغيرة لغاية ما يبرد، وهبدأ ان انا اختبره. بس كده خلاص، دي كانت اخر مرحلة معايا. بمعلقة كده هبدأ ان انا اخد خط، ولو ما رجعش على بعضه يبقى كده العسل بتاعي ناجح. كده العسل المربى بتاعتي بعد ما خلصتها وبعد ما بردت خالص، كانت بالشكل الجميل دوت معايا. طبعا هنخزنها في علب تلاجة او براطيم متعقمة كويس قوي. ما شاء الله طعمها حلو قوي وممكن كمان المكسرات دي بدل ما نرشها عليها كده، احنا نحشيها من جوه بدل النواة بتاعتها. بجد جميلة، والاطفال هتحبها ومفيدة جدا لينا وللاطفال، وسهلة وما خدتش معايا اي وقت. والبلح طبعا متوفر كتير اليومين دول، ومش غالي، هو رخيص. يا ريت تجربيه بطريقتي. وعايزة اقولك ان السكر بتاعه مظبوط، مظبوط على الشعرة. يعني 50 بلحة اخدين معايا بالظبط نص كيلو من السكر. وطبعا لو عايزة تضاعفي الكمية هتضاعفيها. ويا ريت بقى ما تنساش اللايك. مع السلامة.